طريقة حلوة يا بنات للتخلص من أي وبر سواء كان في الهدوم أو المفروشات بطريقة حلوة. أنا جربت فرشة الأسنان طبعا. دي تجربة فاشلة جدا، ما بتطلعش أي حاجة خالص. أنا سمعت إن ممكن فرشة الأسنان بتطلع الوبر خالص، يعني ملهاش أي ستين لازمة. فحبيت أجرب الشفرة اللي احنا بنستخدمها، او ممكن تشتري شفرة جديدة. دي كانت عندي قديمة، بدأت كده امسك حتة حتة في الجاكيت. طبعا زي ما انتم شايفين الجاكيت مليان وبر وكمان مركون بسبب الوبر ده. مش عايز يلبسه. انا حبيت بس انضفه عند المكواجي، كان عايز مني 50 جنيه. فانا طبعا جبت الشفرة دي وبدأت طبعا واحدة واحدة كده، بجد تحفة جدا. نتيجة حلوة قوي قوي، بتخلي الجاكيت بيرجع جديد، او اي حاجة انت عندك وبرت بترجع جديدة. كل ده يا بنات زيادة، يعني بتبقى يعني ملهاش دعوة خالص بالقماشة بتاعة الجاكيت او بتاعة الحاجة اللي انت بتنضفيها. دي الوبرة الزيادة اللي بتبقى فوق الهدوم نفسها، او بتبقى فوق القماشة نفسها، فبتدي منظر وحش جدا لللبس. فانا كده بصوا، وكمان يعني حلوة جدا جدا، سريعة وبتزيل اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده انا كملت بقى الجاكيت كله، بجد فرق شاسع جدا. زي ما انتم شايفين المكان باين جدا اهو. ممكن الإضاءة ما تكونش موضحة. كل ده وبر يا بنات، بيخلي المنظر مش لطيف خالص. بصوا الفرق، هوريكم دلوقتي الفرق، فرق كبير قوي. وعايزه اقول لكم يا بنات بعد ما خلصت عدت عليه تاني. بصوا والله رجع اكنه جديد بالظبط. جربوا الطريقة دي، بتالي دي أسلم طريقة وأحسن طريقة من اللي هي المكنة بتاعت الوبر دي، برضك ما بتشيلش زي الشفرة. يعني انا جربت برضك مكنة في مكنة كده بتشيل الوبر، برضك مش زي الشفرة خالص. وفي ناس برضك بيجربوا الحجر، فالحجر صعب جدا، بيبوظ القماش. بيخطط كده في القماش وبيعمل علامات، وكمان بيخلي القماش اكنه يعني ممكن يدوب. مرة على مرة ممكن يدوب. انما الشفرة حلوة، بتجيب الطبقة اللي فوق القماش، ملهاش دعوة بالقماش خالص، هي بتزيل بس الزوايد والوبرة اللي فوقيها. بجد جربوا الطريقة دي، هتلاقوها جميلة جدا جدا على اي هدوم. بس وانتي يعني بتستخدميها ممكن ايه، يعني افردي الجاكيت كويس، او الحاجة اللي انتي عايزة تنضفيها افرديها كويس علشان الشفرة تمشي معاكي بسلاسة كده وتزيل اي حاجة. طبعا شايفين الفرق، فرق واضح جدا. حتى انا بعد ما فصلت الفيديو يعني عدت عليه تاني، بصوا بقى زي الفل ورجع كأنه جديد بالظبط، وبعد ما كان مركون وما كانش عايز يلبسه خالص. بجد يا بنات جربوا الفكرة دي، تحفة جدا. اي حاجة عندك قومي دلوقتي وجربيها، هتلاقيها رجعت من اول وجديد وهتبدأي تستخدميها. طبعا موضوع فرشة الأسنان دي موضوع فاشل جدا، يعني ملاش أي لازمة خالص.